وهكذا كانت طريقة السلف الصالح، أنهم يلقنون الأولاد من الصغر، يلقنونهم من الصغر ويعلمونهم العقيدة والفقه في سن الصغر حتى ينشأوا على ذلك. ولأن الصغير أحفظ لما يلقى إليه أكثر من الكبير. الكبير ينسى، أما الصغير فإنه ينتقش في ذهنه ما يلقى إليه. ولهذا يقولون العلم في الصغر كالنقش في الحجر. العلم في الصغر كالنقش في الحجر. فهم يحرصون على تعليم الصغار لأجل أن يترسخ ذلك في أذهانهم ويثبت وينشأ عليه. وهكذا ينبغي للمسلمين في عموم الأوقات أن يعتنوا بصغارهم ويلقنونهم العقيدة والفقه، بخلاف ما ينادي به التربويون اليوم الغربيون، التربويون الغربيون، لأن الصغار لا يذكر لهم شيء من أمور الدين ولا يتحملون ولا إلى آخره. فهذه مكيدة لأجل أن ينشأ أولاد المسلمين على الجهل بدينهم وعقيدتهم وأحكام دينهم، ينبغي التنبه لها. كان إلى عهد قريب المدارس الابتدائية تقرر فيها المختصرات في الفنون ويحفظها الطلاب الصغار، تشرح لهم إلى عهد قريب، إلى أن جاءت التربية الحديثة فمسخوا مناهج التعليم وجعلوها اسما بلا مسمى، جعلوها مفرغة من مضامينها. عقيدة عندهم اسم العقيدة، عندهم اسم الحديث، اسم الفقه، أسمى فقط وليس فيها شيء. هذا من الغش لتعليم أولاد المسلمين. نعم، فينشأ الصبيان والصغار على هذا، على معرفة الإيمان، حقيقة الإيمان. كما أنهم يعلمون القرآن يعلمون الفقه، ولذلك معلمه طلب منه هذا ليجمع بين تعليم القرآن وتعليم الفقه والعقيدة. هذا أحسن التعليم وأتم التعليم، يعني ليفهموا دين الله وهم صغار. ما يقال اصبروا عليهم لما يكبرون.